سببه في شركة الكهرباء تحديدا، وتم التواصل معه من قبل مسؤولي الملعب وطلبوا الوصول او قرروا الوصول خلال دقائق راح يكونوا موجودين، والسبب اعتقد انه من الملعب او عفوا من شركة الكهرباء. طبعا في اجراءات حاليا جالسه يقومون فيها المسؤولين عن المباراة في الملعب. طبعا اولا كانوا اخراج المصورين الفوتوغرافيين من ارضية الملعب. طبعا الاعتماد على الاضاءة اللي تشوفونها حاليا هي اضاءة الدفاع المدني الموجود في ملعب المباراة. طبعا مطالبات من المسؤولين في الملعب انه يكون في اضاءة علينا موجودة، وهذه اضاءتنا اللي موجودة علينا. اتمنى ان شاء الله ان تكون اضاءة جيدة بالنسبة لنا في هذا النقل. الشيء الثاني زميلنا عبد العزيز حول معلومة المباراة او بداية المباراة او عودتها، سألنا مراقب المباراة ولكن لم نحصل على معلومة مؤكدة، لم نحصل على وقت محدد ايضا خلاله يتم تحديد استكمال المباراة او انهائها. نحن ما زلنا في البحث عن هذه المعلومات، واتمنى ان شاء الله نوصل لها من المسؤولين، يعني يكون عندهم معلومه يفيدونا فيها عشان نقول الاستديو التحليلي ايضا للمتابعين الكرام في هذه المباراه. عوده مجددا لك زميلنا عبد العزيز، تفضل الكلمه معك. شكرا جزيلا لك رياض. وطبعا هي قد يكون قوانين موجوده عند المراقبين، ايضا عند حكم المباراه انه في لها مدى معين لاستمراريه هذه المباراه، لا تظل المساله مطاطيه انه ننتظر متى يتم. اكيد اذا تعدت عن الساعه ونص الى ساعتين تستكمل المباراه نظامنا في يوم الغد. نعم. والمشكله مباراة الغد اعتقد بين النجران والاهلي هي في مكة ولا نقولها جدة الى الان؟ لا الان في مكة. وين حتستكمل؟ لا خلاص بترجع الكهرباء. انت قلت لك اذا ما رجعت الكهرباء وين حتلعبها؟ طبعا عانى الله الجمهور المتواجدين في ارضيه الميدان في هذه الاجواء، ودائما اتمنى ان تحظى كره القدم بكل وسائلها بالحضور المناسب، واتمنى ان تكون الحلول بديله الان كما تحدثنا من خلال المولد الاخر ان تكون حاضره في هذا التوقيت. وطبعا نشكر الدفاع المدني على قيامه بالاناره المؤقته لمساعدة المتواجدين في هذا الوقت على أقل الأحوال المشاهدة المناسبة داخل ملعب المباراة. طبعا احنا بانتظار أيضا مزيد من الأخبار من زميلنا رياض المزهر، ستكون حاضرة بعد فاصل قصير. بإمكانهم أنهم يشاهدون على ضوء الجمهور. فاصل قصير بعد ذلك.